بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض يا جماعة النهاردة القرص الطرية. إيه رأيكم في الجمال ده؟ طالعة في منتهى الجمال، عجينة مظبوطة ونتيجة في منتهى الروعة. إن شاء الله هنشوف الطريقة والمقادير مع بعض. عندي هنا كوباية من اللبن، كوباية من المية، بعاير يا جماعة بنفس الكوباية. هحط 3 معالق سكر، معلقتين كبار من الخميرة، لو الدنيا حر بحط معلقة ونص بس. وعندي هنا كوباية من الزيت. هبتدي اقلب المقادير مع بعضها علشان بس السكر يدوب في السوائل، ما يبقاش عامل لي اي تكتلات في العجينة وانا بشتغل. بس خلاص، ببتدي هنا احط البيكنج باودر وكوباية كبيرة من الزبادي. الزبادي بيساعد على طراوة العجينة وبيخليها طرية جدا وهشة. هقلب برضو السوائل معايا كويس. هنزل بكيلو دقيق منخول كويس جدا. لازم اما اعمل اي معجنات الدقيق بتاعي يكون منخول ومجهزاه. هنبتدي طبعا نمزج الدقيق مع السوائل، وبعدين احط 3 معالق كبار سمسم. ابتدي طبعا امزجهم تاني واحط شوية ملح علشان يعادلوا الطعم. خلاص لميت العجينة. هبتدي بقى اعجن بايديا مش اقل من ربع ساعة بالطريقة دي. ولازم العجينة يا جماعة تبقى ملزقة، ما تخافوش، هي طبيعة القرص الطرية كده، لازم العجينة تبقى بتاعتها ملزقة. هغطيها واسيبها تختمر لمدة ساعة الا ربع. على بال ما تختمر هنعمل العجوة. عندي هنا نص كيلو عجوة مفرومة، حطيت عليها 3 معالق سمسم ومعلقتين كبار سمنة علشان تلين بس، نعرف نشكلها. هعجنها كويس وهبتدي اشكل فيها. انا بحب اعملها بالشكل ده عشان ما تتكتلش جوه القرصة، تبقى متوزعة صح عليها. بحب اعملها بالشكل المبطط ده. هنخلص كل كمية العجوة اللي عندنا وهنعمل كمية من القرص برضو سادة. العجينة هنا اختمرت، شايفين بقى؟ بصوا بعد ما اختمرت مفيش اي تلزيق اهو، العجينة بقت في منتهى الجمال. هنزلها على الترابيزة وابتدي اشكل فيها. ممكن وانتي بتشكلي التلزيق يبقى فيه تلزيق بسيط بس مش ما فيهاش اي حاجة، هي كده مظبوطة. المقادير دي يا جماعة في منتهى الروعة. هتشوفوا النتيجة هتطلع معانا عاملة ازاي. هنزلها على الترابيزة وابتدي اشكل فيها زي ما انت عايزه القرصه كبيره ماشي، عايزه القرصه صغيره ماشي، دي ترجع لك انت. انا حبيت ان القرصه تبقى لا كبيره ولا صغيره، حبيت حجمها يكون متوسط شويه تبقى حلوه يعني. هناخد اول كوره نبتدي نكورها كويس، نعملها كده علشان السطح بتاع القرصه يبقى ناعم. وبعدين نحط بقى العجوه، نبططها ونحط العجوه جواها ونقفل الطروف على العجوه. الطريقه دي تضمن لك ان القرصه هتطلع مظبوطه جدا والعجوه متوزعه كويس جواها. ببتدي اظبطها على الترابيزه تاني، اكورها كويس وانزل عليها بس شويه، ابططها علشان ما ترتفعش لفوق لما تخمر، لان لسه هتخمر تاني. واحاول اسيب مكان بين كل واحده والتانيه عشان لسه العجينه هتخمر تاني وتدخل الفرن بعد ما تختمر بتاع ساعه تقريبا. ادي عملت معاكم تاني واحده اهي بنفس الطريقه. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني. خدت في الفرن حوالي نص ساعة في منتهى الجمال، الريحة روعة والنتيجة جميلة جدا. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ لو عجبكم الفيديو ادوني بقى لايكات واشتراك في القناة واعملوا لي شير عشان كله يستفيد.